وبهالأثناء للأسف اكتشفت إنه زوجي دا يحكي ويا شيء وحدة ثانية دا يقول لها إنه مو هي حتموت، خلينا إنه إحنا نتزوج ورا شهر على أي عمر اكتشفتي إنه أنت مصابة بالسرطان؟ كنت بال35 قبل سنتين. من سنتين؟ أي من سنتين. فجأة. كان بمرحلة متقدمة أو؟ لا، كان بالمرحلة الثانية. أي فجأة يعني سرطان شفت شو؟ بريست. ثدي. فشفت إنه أكو طقعة زرقاء موجودة بأعلى صدر. مباشرة عرفت إنه هو هاي. فشايفة المفاجأة إنه أنتِ ماكو أي شيء، وفجأة إنه مباشر عملية وأكو مرض خبيث، وأنتِ زين أولادي أنا عمر ابني كان سنتين. زين أنا 4 بنات يلا إجاني هذا الولد، فمن هذا جايني ولد وكأنما نازل علي من السماء. بعدني أرد أشبع منه يعني. زين بناتي وحدة بالجامعة والثانية كانت تدرس سادس، بعد شوي الامتحانات مالتها، إنه الوضع أبداً ما مؤاتي يصير أي إرباك بالبيت، هاي وراها دراسة وهاي الثالثة تدرس خامس، يعني مشكلة. رحت سويت العملية، وبعدين اكتشفوا إنه هو خبيث، طولت 3 ساعات تقريباً. بعدين طلعت من العملية قالوا لازم تاخذين وياك كيمياوي. فأخذت أول جرعة كيمياوي ووقع شعري وبلش كل شيء يتحطم، صار يغمى علي كل شوية، وصار البيت شوية شوية يروح إلى الكآبة. بناتي خايفات علي، تصير عندي حالات إغماء، بنتي بلشت ما تدرس. وبهالأثناء للأسف اكتشفت إنه زوجي دا يحكي ويا شيء وحدة ثانية دا يقول لها إنه مو هي حتموت، خلينا إنه إحنا نتزوج ورا شهر. بهذا زوجك كان عم بيظبط اموره. يظبط اموره حتى ورا الوفاه. فهو دا يقول لها انه احنا ورا شهر اذا ماتت هي نودي الاولاد كلهم البيت عمتهم واحنا نعيش بهذا البيت. انا هذا البيت كنت صارفه عليه هواي اشياء، امره ممته وما اعرف ايش. فمن شفت هيك وكانها كانت الصدمه مضاعف. انا رايدك هاي الفتره كلها اللي عايشه وياه على مود هيك يوم، على مود اذا وقعت هو يسند. فوقت اللي هيك صار انا ما كان عندي بعد طاقه انه اقول يلا ما يخالف واتحمل. كنت واصله الى مرحله خلاص لازم اعيش كل شيء الباقي من عمري، عسى ما يوم راح اعيشه مثل ما هو لازم ينعاش، ما حاقدم تنازلات. فقررت تطلقي؟ خذت اولادي بنفس اليوم، اخذت الاولاد وطلعت اجيت البغداد، اجرت بيت مؤثث، ما خليت اولادي ولا يوم ببيت احد حتى لا يفكرون انهم ما يصيرون ثقيلين على احد او شيء. ومباشره راحوا بيتهم. انت ومريضه سوزان؟ واني مريضه هذا الشيء. وكنت اروح اجي بالسياره اروح لكربلاء اخذ جرعه الكيمياوي الصبح، اطلع بال5 بالنهار اروح اخذ جرعه الكيمياوي وارجع بنفس الوقت. طبعا بتعرفين كم مره ممكن انه اتخربط انا بالشارع، ارجع اسوق البغداد على المستشفى. انا اسوق للمستشفى وبعدين اطلع من المستشفى اسوق من بغداد على كربلاء بدها ساعه ونص بالسياره. اروح وارجع ورا الجرعه. هي الروحه كانت اسهل علي من الرجعه، مع انه بالروحه كل الالم النفسي عندي، راح اخذ جرعه وشلون يا ربي خليني اتحملها يعني كل شيء كانت مؤذيه. بس بعد الجرعه كانت